صباح الخير أو مساء الخير، كل سنة وانتم بألف خير وسعادة وعيد أضحى مبارك على الجميع. أنا آسف للي كانوا بيتابعوا يعني الفيديوهات بتاعت الصفحة إني انقطعت شوية نظرا لظروف صحية من بعد رمضان، وأتمنى إن انتوا خلال رمضان تكونوا استمتعتوا بالفيديوهات بتاعت مساجد البرازيل. ويا رب كل عام وانتم بألف خير وعيد أضحى مبارك على الجميع يا رب، على كل الأمة الإسلامية وعلى كل العالمين بإذن الله. الفيديو ده فيديو سريع كده توثيقي للأضحية للمسلمين في البرازيل وازاي بيتعاملوا في الأضاحي. ما حبيتش انزله قبل العيد لسببين: اولا لان احنا في الغالب يعني يوم العيد السنة دي جه شغل، فكل الناس صلت العيد واتجهت لأشغالها وذبحوا بعدها، زي ما انتم عارفين ده طبعا جائز شرعا. وبيذبحوا بقى في الايام اللي بيقدروا ياخدوا فيها اجازات، لان الذبح بيتم زي ما هحكي لكم كمان شويه زي ما هتتفرجوا يعني في اماكن مخصصه. الحاجه التانية هي علشان ما حدش يقول ان اسعار الاضاحي واحنا متضايقين من اسعار الاضاحي وانت جاي تحرق دمنا وتستغل الترند، فما حبيتش اعمل كده. فتعالوا نتفرج كده على فيديو ظريف كوميدي لشكل المكان اللي بنذبح فيه، وبعد كده اشرح لكم بالظبط ايه اللي تم وبنعمل ايه بالظبط واسعار الاضحيه بالمره يعني. يلا بينا. السلام عليكم. اول مره اشوف خنازير وش لوش كده، بتعمل اصوات زي انجري بيرد بالظبط. ده بياكلوها ازاي؟ اعوذ بالله. الغنم البرازيلي الشمباري، الكلب البرازيلي الحمباري، غنم برازيلي. هل يا ترى الغنم ده معاه جنسية ولا غنم؟ اكيد ده لو قابل خروف مصري هيفهموا، اكيد يعني اكيد هيفهموا بعض، يعني ان اكيد ده ما بيتكلمش برتغالي، اكيد بيتكلم لغة الخرفان. بص بقى الحلاوة، الكلب رايح يلم القطيع. انا اول مرة اشوف الحكاية دي. الكلب رايح يلم القطيع بتاع الخرفان، هو اللي بيجيبهم. وانا اقول ايه ليه دايما بيمشوا الكلب امام القطيع بتاع الاتاري؟ الكلب بيروح يجيب القطيع. حاجة مش ممكن. سبحان الله يا اخي، سبحان الله فعلا يعني. بص هو عارف بيعمل ايه، بص حاجه ضربه. بص الكلب يا ابن اللذينه. لا هو فاهم هو بيعمل ايه. المفروض ان الخرفان دي جايه عشان ننقي منها بقى ايه، خروف، لان الاصدقاء ناويين يذبحوا النهارده. يا ولد، اخوانا تعالوا اطلعوا بره عشان مش هيخشوا انتوا جوه كده. قال لك نطلع بره عشان خاطر الخرفان بتستحي، باين ان احنا هنبقى انها تطلع واحنا موجودين. لقد تمت المهمه بنجاح والان يشفى الخروف، انه يشفى. انا طبعا موضوع الذبح ده ما بحضروش، فانا باجي بعد ما بيخلصوا. زي ما شفتوا كده، المكان ده هو حاجة بتسمى شكرة. الشكرة ده مكان كبير زي عزبة كده، بس مش عزبة بالمعنى بتاع الأغنياء بتاع عندنا في بلادنا وفي مصر وفي غيره. أبي بيبقى فلاح عنده أرض كبيرة زارعها ومربي فيها أغنام ومواشي وخنازير وخرفان وجديان وطيور وحاجات كده، وبيستغل ده في انه يبيع الحاجات دي للناس. طبعا هم عارفين ان احنا طريقة ذبحنا مختلفة على الشريعة الإسلامية يعني، فاحنا اللي بنقوم بالذبح بنفسنا وبيجهزوا لنا المكان اللي نعمل فيه ده، وبنجيب ادواتنا معانا كمان علشان السلخ وغيره ما يبقاش الموضوع مختلط بحاجة. وفي الحقيقة الناس بيحترموا ده جدا 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 جدا، سواء في المسالخ العادية انت ممكن تروح تذبح. طبعا ما فيش هنا ذبح بره او في البيوت او في الشركات، او مثلا تروح المسجد تذبح، لازم المكان اللي بتذبح فيه يكون مرخص له بالذبح، يا مسلخ يا مكان زي كده عنده ترخيص بالذبح وعنده مكان مجهز للذبح. فما فيش، فاحنا رحنا المكان ده لان المكان ده ينفع اننا نذبح جواه. وكل الاماكن عارفه
ان المسلمين ده لو ما عندهمش حد يعني جزار مسلم، المسلمين ليهم طريقه ذبح معينه، هم اللي بيذبحوا بنفسيهم. وفي الغالب لو قلت له انا عايز ادواتي بس، عايزك تغسل لي لو هسلخ او حاجه، عايزك تغسل لي ده كويس وتفضيه لي تمام وتملوا لي ميه جديده او غيره، يعني لاي تفاصيل. هم في الحقيقه يعني ايه، في الحاجات دي ناس محافظه جدا جدا على كل اللي يخصنا يعني، او كل اللي يحفظ لنا عاداتنا وتقاليدنا وشريعتنا. ده بجانب ان كمان اليهود بيذبحوا شبهنا جدا، بس يعني اللي رحنا لهم دول ما كانوش يهود. فالمهم يعني ده بخصوص الذبح. بخصوص الاسعار بقى، المتوسط بتاع مش السوق بتاع المجازر والحاجات دي، 19 قايم، 19 ريال قايم النهارده الريال ب 6.45، و 30 مدبوح ومتشفي. 19 ريال يعني لو قلنا 6.5 دي 65، وقول 20 يا سيدي يبقى 65 و65 دي 130 جنيه. قايم يعني صاحي زي ما هو بيتحرك قصادك. ومدبوح بيبقى بقى بال 30، من 30 ل 35 حسب المكان. والمساجد احيانا بتوفر الخدمه دي، ان يعني يذبح لك، او انه يوفر لك الاضحيه، او انه يبقى يعني متفق مع مكان زي ده ونروح كلنا نعمل الاضحيه مع بعضينا. ويعني بنحاول المسلمين على قد ما يقدروا بيحاولوا يعني ايه يوفقوا اوضاعهم عشان يتعاملوا مع الغربة بشكل يلبي لهم احتياجاتهم في تواصلهم مع عاداتهم وتقاليدهم ومناسباتهم الدينية وغيره يعني. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب الفيديو ده يعجبكم، واتمنى ان انتوا تعملوا لايك وشير للفيديو، ويا رب كل الكونتنت اللي بينزل على الصفحة يكون عجبكم، وان شاء الله الايام اللي جاية تكون افضل واحسن للجميع باذن الله. سلام عليكم.